أخباركم إيه؟ لو هنتكلم بالدين، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال كمان: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. فبلاش نشوه صورة الإسلام، ولما تعوز فتوى دينية بتلجأ لراجل دين، ما بتسمعش كلام من أي حد وانت ما تعرفش الهدف من الكلام اللي بيقوله ايه. ولا يمكن لأي إنسان إن يكفر إنسان. اللي هتسمعوه دي الرسائل اللي في إيد المباحث الفيدرالية بتاعة علي حسين المهدي. الرسالة الأولى هنسمع جزء بسيط جدا منها، ومش هنقدر نعرض بقية الرسالة. أما الرسالة الثانية اتكلم فيها عن استخدام لغة العنف والقوة ضد مؤسسات الدولة. الرسائل خطيرة بالمعنى الحرفي وفوق ما تتخيل. مساء الفل على حبايبنا. انا لسه نازل بقى، قلت امسي بس على حبايبنا اللي دخلوا لنا جداد على جروب التليجرام. ما حدش يقلق يا رجاله، دي زي قناه كده. لا حد بيعرف انت مشترك، مين اللي مشترك فيها، انا الوحيد اللي بشرف عليها، فما تقلقوش، الموضوع امان يعني. مش عارف يا رجاله، والله في حاجه كده على طول تسمع، على طول يقول لك ايه، يقول لك الجماعه المكفراتيه بتوع التكفير ده علوه بيكفر. لو سمعت حد قال لك كده اوعى تكشكش وترجع لورا، لا خليك جامد كده، خش بقلب جامد يا ولا. قول له طب ما ربنا بيكفر، هما اللي خلوها لك شتيمه، دي مش شتيمه، ده واقع. فاي حد تسمعوه يقول لك كده ما تجيبش ورا ويحس انك جبان، لا واقع. هما بس مش عايزين حته التكفير دي عشان امريكا مش بتحبها والغرب مش بيحبها. فلازم انتوا لما تتكلموا عن حاجه شبه كده، زي ما انا كنت كاتب اخر، يعني ادخل كده شوف اخر تويته انا كاتبها على تويتر. في اخرها انا كاتب ايه، قلت ايمان البحر درويش ده راجل جدع وقال كلمه حق هنفتكروا بيها، والشرطه والجيش لازم نغير الخطاب ده. الخطاب ده كان الناس بتخاف تقوله، او الناس ما تعودتش، ما حدش قال لها تقوله. لازم احنا نبدا نعود الناس. ده مش عارف اقوله لكم في الفيديوهات، او مش عارف اقوله لكم في العام يعني، فخليه بينا كده، الله يخلي لنا التليجرام. النهارده باذن الله الكلام ده مش هعرف اقوله طبعا في الفيديو، بس حبيت كده ايه فضفض معاكم شويه على الهاشتاج. تخشوا بقى علوا الريتم على الهاشتاج بقى. اكونتات فيك طبعا، اهم حاجه امانك بالنسبه لي، انت عمله نادره، اهم حاجه امانك. اكونتات فيك في بي ان يا باشا، وغير اللوكيشن بتاعك وارمي على الهاشتاج بتاع سيدي براني ده. باذن الله نتكلم بالتفاصيل بتاعته كلها النهارده. احاول المح للكلام اللي انا بقول لكم عليه ده، وانتوا اشتغلوا معايا في الكومنتات اثناء البث يعني. حبايبنا الصباح الفل عليكم، معلش وجعت دماغكم على الصبح، صباحكم زي العسل.